مساء الفل عليكم. كان حد طلب مني اعمل فيديو عن العربيه الهونداي اكسل اللي هي ظاهره معانا على الشاشه. الهونداي اكسل بتبدا من موديل 93 لحد موديل 98، بينزل منها 99 بس ايه ممكن يكون قليل شويه او نادره. العربيه الهونداي اكسل بتنزل منها فئتين. اول فئه 1300 سي سي، ودي بتبقى فاضيه، انا ما برشحهاش لحد وما بحبهاش. بتبقى فاضيه، ما فيهاش ولا تكييف ولا باور ولا سنتر ولا ازاز كهرباء ولا ساعه في التابلو ولا فتحه الشنطه من جوه ولا التانك ولا فيها سبويلر على الشنطه. كل الحاجات دي ما فيهاش، فانا ما بحبهاش وما برجحهاش. لو هتجيب اكسل هات بقى ال 1500. الاثنين نفس الشكل وكل حاجه، هي الاختلاف في الموتور والكماليات. الموتور بتاعها 1500، فالموتور شديد شويه. العربيه بقى يبقى فيها 4 ازاز كهرباء، تكييف وباور وسنتر، فيها ساعه في التابلو، فيها عداد ار بي ام، فيها سبويلر على الشنطه. هتلاقي العربيه هتعجبك. ال 1500 منها هتعجبك. العربيه بتراوح سعرها من 55000 جنيه لحد 70000 جنيه. ممكن تسمع فيها ارقام اعلى من كده، بس دي بيبقوا ساعتها ايه يعني اصحابها بيحلموا باكتر. يعني انا يعني ترشيحي العربيه دي من 55000 جنيه ل 70000 جنيه. لو دورت عليها في الشارع بعيدا عن اسعار النت الخزعبليه هتلاقيها بالرينج اللي انا بقول لك عليه ده. من 93 قلنا لحد 98. قبل 95 ده الكوري الاصلي. بعد 95 اسمع ان هي مش كوري، مش عارف ازاي يعني، او من قبل 95 حاجه وبعد 95 حاجه، مش عارف النقره اللي في الحته دي، بس مش هتفرق يعني حاجه خالص. ما تحطهاش في بالك، خليك في الموديل اللي تلاقيه قدامك هاته 95 96 97 على حسب حالتها. العربيه دي بيبقى فيها عيب ان هي على طول بتبقى الحوض فيها يعني واسع قوي. كل العربيات اللي كنت بتفرج عليها في الاكسل اللي كنت بلاقي فيها تشريخ او لحامات جنب البطاحه، فده وارد جدا لو شفته في عربيه كلها مميزات ما عدا العيب الصغير ده ما تحطش في بالك، ومش مهم، مش هتفرق. ده عربيه بقى لها 25 سنه او 24 سنه في الشارع، فما جاتش من العيب ده. لكن لو العربيه كلها سليمه وداخلها فابريكا وموتورها كويس وتكييفها شغال وصالونها حلو، توكل على الله وجيبها. ميزه الاكسل برضو ان هي عربيه قديمه في التسعينات، وفي نفس الوقت سعرها بسعر عربيات تانية دلوقتي هي افضل منهم، زي الشاهين ال 31 ال 28 الريجاتا. العربيات دي كلها يعني خشنه وناشفه وفيت والناس ما بتحبهاش وما فيهاش تكييف وشكلها شكل العربيات القديمه قوي وبتاع. لكن الاكسل هي عربيه قديمه وفي نفس الوقت تحس ان انت راكب ايه عربيه حديثه. هي ارخص عربيه من العربيات يعتبر الحديثه هي الهونداي اكسل. فانت لو بتدور على عربيه من رينج 55 لحد ال 70، يوم ما العربيه يبقى يعني ما حته نازله من السما كده 75 اخرها 75. في منها اوتوماتيك. العربيه دي يبقى في منها بيبقى نازل اوتوماتيك، وفي منها ناس قلبتها اوتوماتيك. لو لقيتها ولقيت العربيه ما فيهاش مشاكل من الفتيس هاتها عادي. لكن انا مش برشح ان هي تبقى ان انت تجيبها اوتوماتيك، او تبقى عايز تركب عربيه اوتوماتيك بس معكش غير الثمن ده فتروح تجيبها. هتلاقي العربيه بقالها 20 سنه او 25 سنه الفتيس بتاعها هتلاقيه بيعاني، فهتلاقي منه مشاكل كتير. فانا الانصح يعني بيه هو ان انت تجيبها مانوال. لو لقيتها مانوال 1500 وحالتها حلوه هاتها، عربيه جميله احسن ما تروح تجيب عربيه من العربيات القديمه اللي انت دلوقتي مش حاببها. على الاقل هتبقى راكب الهونداي اكسل، العربيه شبه اللانوس وشبه الاكسنت وشبه الالنترا الشكل القديم، شبه العربيات يعني الحديثه. فانت هتتبسط بالعربيه وفي نفس الوقت ما دفعتش كتير. 55 او 60 او 65 الف جنيه مش فلوس دلوقتي مقارنه بالاسعار العربيات الغاليه قوي يعني. فالهونداي اكسل هي عربيه كويسه، هي عربيه تسافر، عربيه واسعه، عربيه شنطتها واسعه، بس تجيب منها حاله. لان العربيه طبعا بقى لها 25 سنه في الشارع، فانت هتلاقي العربيه اتهانت اهانه مش طبيعيه. فانت لازم تشوفها مع حد يكون العربيه دي كانت مركونه، كانت مرفوعه مثلا 7 8 سنين، كانت بتاعت واحد وعنده عربيه تانية وما بيستخدمش دي. فانت لما تيجي تجيبها منه هتلاقي العربيه لسه فيها روح كده ان هي ايه، ان هي يعني ان انت تستخدمها. لكن ما تروحش تجيب عربيه رشه جوه ورشه بره وكانت عامله حادثه وعايزه موتور والصالون مكسر والتكييف مش شغال وكاوتش تعبان، ما تجيبهاش. مش يا فرحتي ان هي ب 50000 جنيه وعايزه كل ده، ما تجيبهاش. لا ما تجيبهاش. هات عربيه 65 70 الف جنيه بس، هجيب عربيه احط المفتاح ادور العربيه هستخدم العربيه في نفس الوقت يعني سعرها حنين. فانت معاك من 50 ل 70 الف جنيه دور على اكسل، هتلاقي الناس بتتكلم في 80 و75 و78. ده مش سعر بيع.
انت هتروح العربيه اللي هتعجبك هتتفرج عليها، هتقابل صاحبها، تكشف عليها، العربيه عجبتك اتكلم معاه في الحاجه و60 لحد ما توصل يوم ما تكون العربيه عجباك قوي 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 70. الكلام ده انا بتكلم في ال 1500. ال 1300 انا من رايي ما تدفعش فيها اكتر من 60000 جنيه، من 50 ل 60000 جنيه ما تدفعش اكتر من كده. ده كان موضوعنا عن الهونداي اكسل. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للقناه وسبسكرايب.